هل ممكن صوت آلة موسيقية يحكي تاريخ بلد بحالها؟ عارف السمسمية؟ الآلة الوترية الصغيرة اللي بس مش صوتها هيفكرك بأيام زمان، لا ده كمان هيرجعك للعصر الفرعوني. السمسمية أصلها جاي من آلة فرعونية اسمها القنارة، واتصنعت وقتها من أمعاء الحيوانات، ومع مرور الوقت وصلت السمسمية لمدن القناة عن طريق أهل الصعيد اللي اشتغلوا في حفر قناة السويس في القرن ال19، ومن ضفاف القناة بدأت رحلتها الجديدة. السمسمية بقت صوت السواحل، وخصوصا في الموسيقى السواحلي الشعبية اللي بتعتمد على الآلات الموسيقية القديمة، وبتعبر عن روح أهل البحر والساحل الشمالي. وفرق موسيقية كتير زي فرقة الطنبورة استخدموا السمسمية. وقدمتها في شكل جديد ممزوج بالتراث القديم مع الآلات المصرية الحديثة. ومثلا بورسعيد استخدمت السمسمية والصباحية لرقصة البمبوتية، وهي دي الموسيقى اللي أحيوا بيها ليالي السواحل. وأغاني زي غني يا سمسمية كانت صوت المقاومة في حرب الاستنزاف، وكانت بتعبر عن كل إيد ماسكة في أرضها وبتدافع عنها. وعلشان كده السمسمية مش مجرد آلة موسيقية، علشان هي بتحكي ذكريات مصر اللي بتجمع من أول المقاومة الشعبية للغنى على السواحل بالليل.